كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هندمس مع بعض شوية فول لوز من غير ما تقعديه على النار طول النهار وتقعدي تدمسي فيه وتتابعيه ويعمل لك قلق. كمان هقولك ازاي تحفظيه ويفضل معاكي بنفس اللون ونفس القوام لحد اخر واحدة. وهنا بوريكي قد ايه الفولة مستوية ومش مستحملة خالص، القشرة بتتفصل عنها كده بكل سهولة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. بس حابة قبل ما ابدأ اقولك لو اول مرة بتشوفي القناة ياريت تشتركي فيها ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. اول حاجه وانت بتشتري الفول نقي الفوله البلدي اللي يكون لونها فاتح وتكون حجمها كده كبير شويه. هاخد الفول وهنقيه وهغسله كويس جدا جدا وهنقعه من بالليل للصبح. وهنا فايدة النقع ان نخليه الفولة تبتدي تطرى وما تاخدش وقت كتير معانا على النار اثناء التدميس، وكمان تخرج منها اي مواد ضارة بتسبب الانتفاخ. بعد كده هصفي الفول من ميته تماما وهجيب الدماسة بتاعتي وهبتدي احطه وعليه شوية اضافات. نص كوباية فول مدشوش بغسله كويس وبحطه بدون نقع، نص كوباية غلة بليلة مغسولة ومتصفية برضو بدون نقع. والمكونين دول الغرض منهم بيدوا قوام لمية الفول وبيخلي لونه فاتح جدا. واحدة طماطم بغسلها متوسطة كده، بغسلها بقطعها 4. وليمونة بضيفها بحالها. والليمونة دي فايدتها انها بتمتص اي الوان غامقة تكون في الفول، ما تخليهوش يسود منك ابدا. كمان بزود ربع معلقة صغيرة بابريكا وزيها بالظبط كركم، بيدوله لون وردي كده زي اللي بيتباع جاهز، بس طبعا بدون ما نضيف اي الوان صناعية. كمان زودت معلقة صلصة طماطم وبغطي الفول بتاعنا مية من الكتل تكون بتغلي. بحط كده كمية محترمة، يعني بغطي الفول وبزيد عليه كمان تقريبا 2-3 سنتي. بغطي الدماسة وباخده على البوتاجاز على نار عالية، بسيبه كده لحد لما يبتدي ياخد اول غلوة. باخده وانقله على اصغر عين بوتاجاز وبهدي النار بخليها شمعة، وبتابعه من وقت للتاني ببص عليه بس بفتح على السريع. ان كان نقصه مية بزوده مية برضو من الكتل، مية بتغلي. بحاول على قد ما اقدر ما افتحش عليه كتير عشان ما يدخلوش هوا ولونه يغمق. وده شكل الفول بعد 3 ساعات بالظبط. عايزه اوريكم شكله ولونه زي ما انتم شايفينه كده، شكله كهرمان. وسر اللون البابريكا والكركم وكمان معلقه معجون صلصه الطماطم. يلا بينا نهرسه كده بالشوكه ونشوف استوى ولا لا. زي ما انتم شايفينه مش مستحمل الشوكه تماما. الفوله بتتفصل عن قشرتها بكل سهوله وما قعدتش كتير على النار، هي كل الحكايه 3 ساعات بس. والسر في التسويه النقع، ان احنا نقعناه قبل ما نسويه تقريبا 7-8 ساعات، يعني من بالليل للصبح. بعد كده بقى تبليه وحطي خلطاتك زيت، ولا اضفنا اي الوان صناعيه ولا اي مواد حافظه ولا خل ولا كربونات صوديوم عشان يستوي ولا اي حاجه. بالنسبه بقى للحفظ والتفريز، باخد كده على قد الاكله، يعني البوله الصغيره دي بتكفي طبق. بسيبه بس يهدى خالص. بعد كده ببتدي اعبيه في اكياس حفظ الخضار، اخرج منه الهواء واقفله كويس وادخله الفريزر. وقبل السحور بنص ساعه بطلعه بيكون فك خالص، اسخنه بقى وابدا احط التتبيلات بتاعتي. وكل سنه وانتم طيبين.